لعب دور الضحية من أخطر وأقدم أنواع الإدمان على الأرض، بيساوي في حدته إدمان مخدر الهيروين. قبل ما بنتعافى لما بيكون عندنا صدمات عاطفية قوية أو عندنا صدمات في حياتنا عموما، بنحاول إن احنا طول الوقت عشان نكسب تعاطف اللي حوالينا نرمي تقصيرنا وضعفنا وفشلنا على الظروف اللي حوالينا، على البلد اللي احنا عايشين فيها، على قلة الفلوس أو على قلة التعليم أو على إن مفيش شغل. احنا ساعات بنوصل إن احنا نرمي يعني تقصيرنا في حق نفسنا، لو احنا عصبيين، لو احنا عندنا أي سلوك غير مناسب، بنقول مثلا أصل ده البرج بتاعي. ده لأن احنا عايشين في مجتمع طول الوقت معودنا على إن احنا نرمي أخطائنا على الظروف اللي حوالينا. ما تعلمناش من واحنا صغيرين إن احنا نعترف بأخطائنا، إن احنا نشيل مسؤولية تصرفاتنا، ونعرف إن كل الحاجات دي ممكن تكون عوامل مساعدة، يعني أثّرت فينا وخلّتنا نوصل للنتايج دي. بس ما تنسوش برضه إنه أنتم أو إحنا كُلّنا اللي بنmanifest من الأول الظروف دي عشان نتعلّم منها، عشان نتطوّر منها، عشان نغيّر فيها من شخصيتنا ونحسّن من نَفْسنا. في ناس كتير بعد ما بتتعافى من الصدمات دي بتكون لسه مدمنة إن هي تفضل في دور الضحية، فتبتدي تحكي هي إزاي اتعافت، إزاي كان عندها صدمات مثلًا منذ الطفولة، قبل التعافي أو التشافي أو قبل الرحلة اللي الإنسان بيدخل فيها عشان خاطر ياخد مسؤولية التصرفات اللي هو عملها ويعرف إن هو السبب في أي حاجة بتحصل في حياته. بنكون دايمًا بنعلّي على بعض في إحنا قد إيه إحنا ضحية. يعني لو حد بيحكي عن طفولته بيقول أنا مرّيت بطفولة صعبة، أهلي كانوا بيضربوني مثلًا، هنلاقي حد تاني بيقول أنا طفولتي كانت أصعب، أنا أهلي كانوا بيكهربوني، ييجي حد تاني يقول أنا أهلي كانوا بيلسعوني بالنار. لإن إحنا طول الوقت عايزين ناخد أكبر تعاطف من الناس، ونبقى إحنا اللي هو أكتر ضحية في المجتمع وأكتر ضحية بسبب الظروف. وده بيكون برضه نوع من أنواع الكسل، عشان إحنا مش عايزين نشتغل على نفسنا، وعشان مش عايزين نشوف نفسنا ونشوف اللي جوانا ونشوف إحنا حاسين بإيه، ونقعد مع نفسنا. بعد ما بتعمل الحاجات دي وبتحسّن كتير من حياتك، الإدمان ده بيفضل جواك لدرجة إنّك أنت بعد كده بتدمن إن أنت تحكي حكايتك، تدمن إنّك أنت تقول أنا كنت كذا وبقيت كذا. بس ساعتها مش بيكون عشان خاطر تكتسب تعاطف الناس، بس بيكون أدمنت دور الضحية، فعايز تطلع لحد دلوقتي ضحية وتقول قد إيه أنت تعبت على نفسك عشان تبهر الناس اللي حواليك وتكسب احترامهم وتقديرهم. فراجعوا نيتكم قبل ما تحكوا أي حاجة حصلت في حياتكم، واعرفوا أنتم بتقولوا ليه.